فيلم فايلت نايت من الأفلام المختلفة اللي شفتها الفترة الأخيرة، فتعالوا نتكلم عنه. فيلمنا بيتكلم عن عيلة غنية بتحتفل بالكريسماس مع بعضها وبتتجمع في بيتهم الكبير، وبيكون جاي لهم سانتا كلوز الحقيقي، يعني المبني على كل الأساطير والحاجات اللي بنسمعها كلنا. لكن العيلة الغنية دي بيحصل على بيتهم سطو مسلح، وهنا بيجي دور سانتا كلوز ده ان هو يساعدهم بقوته السحرية و عامة وهو مش عارف وملوش اي صلة بالعيلة دي. طبعا سانتا كلوز ده بيلعب دوره ديفيد هاربر. فتعالوا نشوف الفيلم ده ايه اللي عجبني فيه ايه اللي ما عجبنيش، هل فعلا تتفرجوا عليه ولا لا، هل يستاهل ولا لا. بس قبل ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي انتوا كمان رأيكم في الفيلم ده لو شفتوه. هل تحبوا تشوفوا اكتر من العالم ده، العالم الغريب ده الى حد ما ولا لا؟ ومن غير مقدمات كتير يلا نبتدي. طبعا لازم ابتدي هنا بالحاجة الرئيسية، وهو ديفيد هاربر في دور السانتا كلوز ده. حاجة ميكس غريب كده، يعني تحس انك كده اول لما تسمعه تحس ان هو شيء غريب، شيء مختلف. سانتا كلوز بيعمل اكشن، بيعمل مشاهد اكشن قوية جدا وحلوة جدا، بتحس كده انك مش مقتنع، لكن لما انا شفت الفيلم صراحة اقتنعت جدا. ديفيد هاربر مناسب جدا للدور ده. صراحة انا ما كنت شايف اي حد تاني يقدر يعمل الميكس الغريب ده ما بين شخصيتين او حاجتين بنشوفهم دايما في الافلام، لكن تجمعهم مع بعض كان حاجة غير متوقعة. فمن كل النواحي صراحة الشخصية دي قدر يعملها، من حيث التمثيل، من حيث الشخصية نفسها ان هو مش سانتا كلوز عادي، من حيث الاكشن نفسه ومشاهد الاكشن اللي انا هتكلم عليها بعد شوية. فانك بتحبها كمان تحس انك حابب تعرف ايه اللي ممكن يحصل لها تاني، ايه اللي حصل لها زمان، ايه اللي وصلها للي هي فيه ده دلوقتي. وواضح من الفيلم ان هما بيبنوا للعالم ده، يعني مش بيبنوا ان هما يعملوا له حاجة كبيرة، لكن بنوا شوية تاريخ، بنوا شوية حاجات ممكن يتعمل عليها افلام في المستقبل. فانا شايف ان دي حاجة كويسة، مش هنقول لا يعني. والحاجة الأساسية اللي خلت الفيلم ده مختلف هو الأكشن. أكشن، مش هقول لكم إن هو أول مرة نشوفه، مش هقول لكم إن هو فيه حاجات كتير جدا، لكن الموضوع إنك تتفرج عليه كده لأول مرة، تشوف الشخصية بتاعت سانتا دي وهي بتعمل كذا وكذا وكذا مع الجنود ومع المسلحين والكلام ده كله، حاجة كانت فعلا مختلفة وتستاهل المشاهدة ولو لمرة واحدة. وبالذات ان هي بتتعمل في اجواء الكريسماس والنيو يير، الحاجات دي برضو حاجة بتخليها مختلفة يعني. الهدف الاساسي بتاع الفيلم ده كان ان هو يعمل لك ماركتينج ان هو فيلم كريسماس وفيلم اكشن، فده كانت حاجة طبعا اول مرة نشوفها. فهو ده الخاصية المميزة بتاعته. نهاية الفيلم، يعني قصدي مش نهاية الفيلم، على نهاية الفيلم لما الفيلم يكون خلص هتحس انك استمتعت بوقتك. في مشاكل مع الفيلم هتكلم عنها، لكن ده ما يمنعش ان الفيلم كان ممتع، كان مشاهدة ممتعة. حاجة كده تتفرج عليها عشان تستمتع، مش هتستنى ان هو يبقى احسن فيلم في التاريخ، مش هتستنى ان هو يبقى فيلم فيه حاجات قوية وفي الكليشيز والحاجات المعتادة بتاعت افلام الكريسماس، ان هو فمش هنستنى منه كتير كفيلم. انا يعني لو انتوا ما شفتوش بقول لكم ما تستنوش حاجة كبيرة، استنوا ان انتوا هتستمتعوا بالفيلم عامة، بشخصية سانتا كلوز الممتعة، الاكشن الحلو وبس. هنا نيجي بقى للحاجات اللي مضايقاني مع الفيلم. طبعا كان في ايقاع حكي القصة عامة. في بداية الفيلم كده قبل ما بنخش في الحاجات الاكشن اللي احنا كنا مستنيينها، ما اعتقدش ان هم عملوا شغل كويس في ان هم يخلونا نبقى مستمتعين في الاول، يخلونا نحب الشخصيات اللي هي التانية غير سانتا كلوز عشان نقدر نكمل الفيلم، وان الفيلم بيتمحور عليهم ان هم دي العيلة اللي هم هيتعرضوا للصوت المسلح واللي احنا محتاجين ننقذهم. ما اعتقدش ان الفيلم عمل شغل كويس في ان هو يخليهم شخصيات لايكابل. هم شخصيات وحشة ومفروض انك تبقى متضايق من تصرفاتهم، لكن بتكلم كمان ان على الطريقة اللي هم كانوا بيتصرفوا بيها، الطريقة اللي هم كانوا بيتكلموا بيها. الطفلة الصغيرة اللي كانت موجودة كانت حاجة حلوة برضو. مش هقول لكم برضو ان هي كانت مختلفة، مش هقول لكم ان هي كانت لايكبل قوي، لكن عادي، ما الموضوع ما فرقش معايا. هو المهم كان تفاعلها مع سانتا كلوز ديفيد هاربور، ودي كانت حاجة لطيفة جدا شفناها على مدار الفيلم. بس ففيلم فايلنت نايت مشاهدة ممتعة، فيلم مختلف
بالنسبة لي حاسس ان هم قدروا يعملوا العناصر المختلفة دي بشكل كويس. اكشن حلو جدا، سيكونسز ممتعة بشكل حلو. يعني انا شايفه ان ده فيلم كده، فيلم فوضوي ومليان حركات وحاجات هتحبوها من المشاهدة الأولانية. ممكن تحبوا تتفرجوا عليه كل فترة، ترجعوا له. اعتقد ممكن، لكن ما اعتقدش ان هو فيلم نجح فيه كل حاجة هو عايز يقدمها، في الكليشيهيات بتاعت افلام الكريسماس والحاجات دي كلها اللي بتبقوا متوقعينها. لكن سانتا كلوز ديفيد هاربور بيبقى حلو جدا، بيأدي فيه اداء حلو ويخليك تبقى عايز تشوف اكتر من الشخصية. انا ادي الفيلم ده 6.5 من 10. بس ده كان فيديو النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا وتفعلوا الجرس، وسلام.